السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه. طبعا الاستغفار في الوقت ده يعني النهارده بالذات مطلوب جدا بعد اللي انتوا شايفينه ده. نور ابني الصغير مسك قلم رصاص وتقريبا يعني خلى حوائط الشقة كلها كده، الله اكبر. وانا كنت مشغولة في المطبخ من غير ما اخد بالي. ف يعني الواحد حاول يمسك نفسه على قد ما يقدر. ان شاء الله العملية مش صعبة على قد ما هي هتاخد وقت. بس الواحد كان محتاج الوقت ده في حاجة تانية اهم. على العموم هعلمكم ان شاء الله افضل طريقة لو اولادك بوظوا الحيطة كده بالرصاص زي نور ابني، ان شاء الله تعمليها. انا هنا عندي الاسفنجة دي كنت بغسل بيها الاطباق وخلاص ما بقى ادمت، يعني حاجه قديمه علشان لو بعد ما هتستعملي بيها الحوائط ترميها. انتوا شايفين الناحيه دي ما فيهاش حاجه، فهوريكم كده ان هي مش هتطلع الرصاص ولا اثرت فيه بالشكل ده. وهوريكم دلوقتي المكون السحري اللي ان شاء الله هيعمل لكم مفعول السحر. يعني ثواني بس عشان ماسكه بايد وبعمل بايد. هوريكم ده معجون الاسنان. هنشوف دلوقتي هيعمل ايه في الحيطه. انا اخدت منه قطعه كده فردتها، بفردها بالطريقه دي وهنشوف اهو. هتتعاكب معجون الاسنان بالشكل ده. مجهود بسيط جدا، سامحوني بس لو الكاميرا مش مظبوطه كويس. الرصاص اهو، فين اهو، ثواني. هوريكم بقى الحته اللي احنا عملناها. فوطه مبلوله وهتمسحي وده الشكل بعد لما عملنا بالمعجون اهو. الحيطه بقت زي الفل ومعظم الرصاص اللي احنا عملناه راح كله تقريبا. طبعا لو عندي حد يصور لي كانت عمليه هيبقى فيها تحكم، بس اهو الحيطه اهي بالشكل ده والحمد لله راح الموضوع. يعني يا رب اكون افدتكم. انتوا بقى هتسيبوني وانا هروح اكمل بقيه حيطان الشقه كلها. ادعولي ان شاء الله. العمليه سهله بس هي هتاخد وقت بس في التنظيف. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.